أصدقائي الأعزاء في كل مكان، إزيكم؟ دعونا نعيد إحياء التراث الفلسطيني من جديد ونتكلم عن أشهر المطابخ العالمية وهو المطبخ الفلسطيني واللي هنجرب فيه مجموعة من الأكلات الفلسطينية، فيلا بينا نشوف عاملة إزاي. زي ما قلت لكم هنجرب أشهر الأكلات الموجودة في فلسطين، والحلو في الموضوع إن الأكل ده معمول بأيادي فلسطينية، ناس عايشين هناك فبينقلوا لنا التجربة بشكل كامل. فخلونا نبدأ بأول أكلة معانا وهي المقلوبة الفلسطيني. فخلونا واحنا بنفتح كده اقول لكم احنا جايبين الاكل ده منين، من صفحه اسمها واتين بلستينيان كيتشن، ودول بادئين من سنه 2020. بداوا الاول بمجموعه من الاصناف الفلسطينيه وبدا الموضوع يكبر معاهم عشان يمتد للمطابخ العالميه زي التركيه والمصريه والايطاليه برضه. فناس يعني لطاف جدا. خلينا نشوف بقى الاكل عامل ازاي. انا اول مره اجربها هحاول استكشفها معاكم كده هي فيها ايه اللي انا شايفه قدامي. رز وبطاطس وفراخ وفي كمان بتنجان في النص. خليني اكلمكم عن الميكس، ميكس الرز مع البطاطس والبتنجان. انا اول مره زي ما قلت لكم ان انا اجربه، ولكن تتبيلته مختلفه تماما وطعمه حلو، انا حبيته يعني. عايز اشوف بقى الفراخ تتبيلتها الفلسطينيه عامله ازاي، زي بتاعنا ولا الموضوع مختلف؟ بص، هي زي بتاعتنا ومش زي بتاعتنا في نفس الوقت. يمكن احنا بنهتم بالتوابل والبهارات اكتر، هنا لا، بس التتبيله برضو حلوه وطعمها طيب في البق كمان. فالمقلوبه الفلسطيني لا صراحه جامده. يلا نشوف اللي بعده، يلا بينا نشوف. نروح للاكله الثانيه معانا وهي مسخن فلسطيني. هنفتح ونسمي الله ونشوف. خلينا قبل ما نجرب اقول لكم ايه المسخن الفلسطيني. هو عباره عن فراخ بتتبل بتتبيله فريده من نوعها مشهوره هناك، بنوع معين من التوابل اسمه صماء مع البصل المتكرمل وعليهم مكسرات. زي ما انا قلت في اللي قبله، فكره ان التوابل المصريه اللي احنا متعودين عليها مش موجوده هنا، ولكن النوع ده مختلف بيخليك تحس بطعم الفراخ وتستطعم بيها على قد ما تقدر. فعجبني، ولكنه مختلف تماما عن اي فراخ انت اكلتها في مصر قبل كده. لا بصراحه المسخن الفلسطيني جامد والله. نروح للاكلتين اللي معانا، ومسخن رول ويفويه من مدينه يافا الفلسطينيه. نبدا بالمسخن الرول عشان شكله صراحه يعني شكله حلو. ده شكل المسخن الرول. ممكن انا عايز اعرف صراحه هو في ايه. غالبا نفس الفراخ اللي فاتت، اللي معموله بالصماء، ولكن ملفوفه بقى في رول كده في العيش الفلسطيني. هنشوف الميكس ده عامل ازاي، او معاه حاجه تانية ولا لا. لا ده بقى جامد، لا بجد بجد ده جامد. يعني تقريبا هو نفس الفكره بتاعت اللي فات، ولكن فرول وسريع. وكمان في ميزه حلوه من ساعه ما بدانا ريفيو الاكلات اللي احنا اكلناها، ان الاكل خفيف. نروح بقى لليفويه، وزي ما قلنا هو اسم مقتبس من مدينه يافا الفلسطينيه، ونشوف هو عباره عن ايه. ده شكل اليفويه. انا برضو عايز قبل ما ادوق كده اعرف هي يعني ايه مكوناتها. هو عيش تقريبا مخبوز ومحشي بقى، محشي ايه مش قادر اشوف من عندي، فخلينا ندوق الاول. ده ما طلعش عيش، ده رقاق وفيه لحمه مفرومه، فتقريبا ده نسخه متماثله جدا ولكن شكلها مختلف من الرقاق المصري. وطعم التتبيله بتاعت اللحمه صراحه حلوه قوي يعني. اخر حاجه معانا في الحادق وهي المناقيش، ولكن الفلسطينيه. يعني شكلها من حيث السمسم والزعتر في البدايه كده شكلها شبه المناقيش اللي احنا عارفينها، ولكن العجينه نفسها او الحاجه اللي محطوط عليها الزعتر والسمسم هي المختلفه. هنشوف بقى الطعم عامل ازاي، قريب ولا بعيد. دي شكل المناقيش. دي مع كوبايه شاي الصبح تبقى حوار. زي ما حدقنا كان لازم نحلي باشهر حاجه موجوده هناك، وهي كعك الاساور، واللي بيتعمل في مناسبات وبس. ده نفس الكحك ابو عجوه اللي عندنا، يعني ما اختلفش كتير، شكله بس اللي هو عباره عن دوائر، انما في القالب لا،
كحك مصري بالعجوه. تجربه جميله وتجربه جديده بالنسبه لي، وكمان احلى ما فيها ان الاكل معمول بحاجه خفيفه جدا جدا، مفيش سمنه ومفيش زيت ومفيش حاجات تتقل معدتك بشكل كبير. خليني افكركم ان الاكل ده احنا طالبينه من بيج اسمها واتين فلسطينيان كيتشن. لو انتوا عايزين تجربوا التجربه الفلسطينيه زي ما انا جربتها تقدروا تجربوها من هناك وتجربوا وتحكوا لي في الكومنتات، وتستنوني فيديوهات تانية كتير. انا احمد دياب واحنا هنا في فود توداي.